السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الأول الإعدادي. أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. قبل بس ما نبدأ كده تعالوا ناخد جولة في المنهج عندنا ونعرف هو بيتكلم عن إيه. سواء الجغرافيا فأنت هتدرس عندك الظواهر الكونية والنجوم والمجرات والمجموعة الشمسية وشكل الأرض عموما. وبالنسبة للتاريخ فأنت هتدرس التاريخ الفرعوني. تعالى بقى بطل النهارده ناخد أول درس موجود معانا في الجغرافيا وهو درس ظواهر كونية. يعني ايه ظواهر كونيه دي؟ هاخدك بقى رحله للفضاء فوق كده وتعالى نشوف ايه اللي موجود في الفضاء اللي ربنا خلقه لنا كله. ولما نيجي نبص للفضاء كده فهنلاقي شويه نجوم متجمعه على بعض وشويه نجوم تانية متجمعه على بعض وشويه نجوم تانية متجمعه على بعض، وكل شويه نجوم متجمعه زي النجوم دي انا بطلق عليها اسم بسميها مجرات. ولما بصيت كده تاني لقينا ان الاحجام بتاعت النجوم دي مش كلها واحد، فقلت لك اللي هي مختلفه في الاحجام. ولما بصيت كده تاني لقيت ان انواعها برضو مش كلها واحد، فقلت لك برضو ان هي مختلفة في الانواع وكمان مختلفة في الاحجام بتاعتها. كده بقى لما اجي اعرف المجرات فانت اللي هتقولها لي مش انا، هقول لك كده هي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم بتختلف في الاشكال والاحجام والانواع. ودي كده كانت تعريف المجرة واول ظاهرة كونية موجودة عندنا في الكون. ولما جيت سألتك سؤال قلت لك هو انت تعرف تعد النجوم اللي موجودة في السماء دي؟ طبعا الإجابة هتكون لأ طبعا. طيب ليه بقى ما تعرفش تعدها؟ لأن المجرة الواحدة بيكون فيها ملايين من النجوم لا حصر لها، وطبعا محدش يعرف يعدها، وما بين كل نجمة ونجمة بنلاقي كده فاصل كبير بيفصل ما بينهم. هل بقى المجرات دي كلها واحد؟ لا طبعا. لما جينا بصينا على واحدة لقينا شكلها شبه الحلزوني فقلنا المجرة دي هنسميها المجرة الحلزونية. ولما جينا بصينا على واحدة تانية لقيناها شكلها بيضاوي فقلنا المجرة دي هنسميها المجرة البيضاوية. لما جينا بصينا على واحدة تانية لقيناها أشكال مختلفة كده وداخلة في بعضها فقلنا على المجرة دي مجرة الغير منتظمة. طيب احنا فين بقى من الليلة دي كلها؟ احنا المجرة بتاعتنا من أي نوع فيهم؟ المجرة بتاعتنا يا سيدي هتبقى من النوع الحلزوني. يبقى المجرة اللي احنا قاعدين فيها دي بنسميها المجرة الحلزونية، بتبقى من النوع الحلزوني. العلماء بقى في الوقت ده ما بيسكتوش، في واحد أطلق عليها مجرة سكة التبانة، وفي واحد تاني قال لك لا دي اسمها الدرب اللبني. هم ليه بقى العلماء سموا كل مجرة بالنوع ده؟ بص يا سيدي، لما يقول لك كده انا ليه سميتها بمجرة سكة التبانة هقول له كده لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق. التبن اللي بيبقى موجود على الطريق ده في الارياف هو ده اللي بيبقى ساقط على الطريق، عشان كده انا سميتها مجرة سكة التبانة. طيب ماشي، طيب انا ليه سميتها بقى بالدرب اللبني؟ يجي لك سؤال كده يقول لك بما تفسر سميت مجرتنا بمجرة الدرب اللبني؟ هقول له كده لانها تشبه اللبن المسكوب، يعني اللبن اللي هو بيبقى واقع على الارض يعني، عشان كده انا سميتها مجرة سكة التبانة وسميتها مجرة الدرب اللبني. ودي كده كانت اول ظاهرة عندنا في الرحلة بتاعتنا وهي المجرات. تعال بقى ناخد تاني حاجة عندنا وهي النجوم. احفظ الكلمة دي عشان هنستخدمها كتير، هتستخدمها كده وتقول لي هي اجسام. احفظها كويس جدا عشان هنبني عليها كل التعريفات اللي جايه. ولما نيجي نبص انا وانت كده للنجم اللي بيبقى موجود في السماء هنلاقيه كده مضيء وملتهب ومتوهج وكمان عمال بيشع ضوء وحراره، ده كده النجم اللي موجود في السماء. طيب ما تيجي بقى نعرف يعني ايه نجوم. انا قلت لك من شويه احفظ كلمه هي اجسام. هو التعريف بتاعنا فعلا هيبدا بهي اجسام كبيره الحجم مضيئه وملتهبه ومتوهجه تشع ضوء وحراره. طيب هتقول لي بقى ازاي يا مستر ان هي كبيره الحجم وانا لما باجي ابص عليها كده بلاقيها صغيره جدا؟ هقول لك يا بطل عشان المسافه ما بينك وما بين النجوم كبيره جدا، فكل لما بعدت بتشوف الحاجه صغيره. زي مثلا لما بيكون في واحد على اخر الشارع وانت لسه في اول الشارع ده، لما تيجي تبص عليه كده بتلاقيه حجمه صغير، لما تيجي تقرب عليه الحجم ده بيكون كبير، عشان كده قلت لك عليها بتكون كبيره الحجم. ده كده بالنسبه للنجوم. طيب هل هي بقى بتتكون التكوين بتاعها يعني بتتكون من ايه؟ هقول لك كده ان هي بتتكون من اجسام غازيه مش صلبه اللي انا ينفع اقف عليها، لا بتتكون من اجسام غازيه. وكمان لما جيت بصيت في السماء لقيت النجوم دي الوانها كتير جدا، زي مثلا اللون الاحمر او اللون الازرق. طيب هي الالوان دي بتختلف على حسب ايه؟ بتختلف على حسب درجه الحراره. اللون الاحمر ده بيكون اقل حراره واللون الازرق ده بتكون اشدها حراره. يبقى لما اجي ابص للسماء كده والاقي نجم لونه ازرق ده بيكون اشد حراره، ولما اجي ابص للسماء كده والاقي نجم لونه احمر ده بيكون اقل حراره. طيب اديني مثال بقى عن النجوم اللي موجوده. هقول لك كده نجم الشمس، وده بيكون من اقرب النجوم لكوكب الارض. ودي كده كانت تاني حاجه موجوده عندنا في الفضاء وتاني ظاهره موجوده عندنا في الفضاء.
تالت حاجه بقى معانا يا شباب وهي الكواكب اللي انا وانت عايشين فيها دلوقتي. انا لسه قايل لك من شويه هتحفظ كلمه هي اجسام. ايوه انت لسه قايل لي فعلا. الكواكب دي يا شباب بتكون اصغر حجم من النجوم، ولكن هي بتكون كبيره برضه، ولكن بتكون اصغر حجم من النجوم. هقول لك كده هي اجسام اصغر حجما من النجوم، معتمه لا تشع ضوء وحراره، ولكن تستمد الضوء بتاعها من اقرب نجم ليها. يبقى كده كوكب الارض بيستمد النور بتاعه منين؟ هقول لك كده بيستمده من اقرب نجم ليه وهي الشمس. تعرف بقى ان الكواكب دي بتقعد تدور حوالين النجوم، دي كده النجوم ودي كده الكواكب. فالكواكب بتقعد تدور حوالين النجوم في مسارات محدوده، ما ينفعش اللي هي تروح كده او تروح كده او تنحرف كده. قال لك لا، بتدور حوالين النجوم في مسارات محدوده. المسارات دي بسميها انا مدارات او بسميها افلاك بيضاويه. يبقى كده دلوقتي الكواكب دي بتدور حوالين النجوم، هتقول لي كده بتدور في مسارات محدوده، بتدور كده اهي في مسارات محدوده. طيب بفعل ايه؟ هقول لك كده بفعل الجاذبيه. يعني النجوم دي بتجذب ليها الكواكب فبتدور حولها في مدارات محدوده. ومن امثله بقى الكواكب هقول لك كده كوكب الارض اللي بيستمد الضوء بتاعه والحراره بتاعته من اقرب نجم ليه وهي طبعا الشمس. طب هل الكواكب بقى بتتكون من مواد غازيه ولا مواد صلبه؟ هقول لك كده ان في بعض الكواكب بتتكون من مواد غازيه، وفي بعض الكواكب التانيه بتتكون من مواد صلبه. طبعا الحاجات دي هنعرفها في الدرس القادم، هنعرف الكواكب كلها، الحاجات الصلبه، وهنعرف كمان الحاجات الغازيه. وده كده كان ثالث ظاهره معانا من الرحله بتاعتنا وهي الكواكب. رابع بقى ظاهره معانا في الرحله بتاعتنا يا شباب وهي الاقمار. وهتستغرب جدا من اللي انا هقوله دلوقتي، لان انا هقول لك ان القمر ده بيكون جسم معتم. بوم، ايه ده جسم معتم؟ هقول لك ايوه جسم معتم. طيب ازاي انا بشوفه في السماء بيكون منور؟ هقول لك كمان شويه بس ركز معايا. الاقمار دي بقى بتقعد تلف حوالين الكواكب، يبقى كده الكوكب المره دي هو اللي موجود في النص كده تمام، والقمر عمال يلف حواليه وبرضه بفعل الجاذبيه. يبقى كده لما اجي اعرف الاقمار هقول له يعني ايه اقمار؟ هقول له كده هي اجسام معتمه اصغر حجما من الكواكب وتدور حوله بفعل الجاذبيه. طيب ازاي بقى اقنعني بقى ازاي القمر اللي احنا بنشوفه في السماء ده عمال منور وانت جاي وتقول لي دلوقتي ان القمر ده جسم معتم؟ طيب ازاي؟ هقول لك كده هو جسم معتم فعلا، ولكن بيعمل ايه؟ هقول لك كده لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يبقى كده لما يجي لك في الامتحان يقول لك كده يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم انه جسم معتم، هقول له الاجابه بتاعتي لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. فيبان لينا في السماء كلنا واحنا نقعد نبص كده هو جزء منور فعلا، ولكن في الاصل بتاعه هو جزء معتم، مش بيشع ضوء ولا حراره، ولكن بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. وده سؤال مهم جدا يا شباب، بيتكرر كتير جدا في الامتحان، فلازم تركز فيه. قبل ما تكمل الفيديو بقى خليك جدع دلوقتي واعمل منشن لصاحبك في الفيديو ده عشان يستفيد برضه ويعرف الدروس اللي موجوده عليه ويحفظها بكل سهوله. وما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك وتدخل وتعمل كومنت. كمل بقى بقيه الظواهر يا شباب. في حاجه كده بقى يا شباب اسمها السدم. هو يعني ايه سدم دي؟ قال لك السدم دي بتحصل لما النجوم بتنفجر. اول لما النجوم بتنفجر كده لانها بتبقى مواد غازيه. المواد الغازيه دي اول لما النجوم بتنفجر كده بتظهر لي على هيئه سحابه من الغبار. السحابه من الغبار دي بقى انا بسميها كلمه السدم. يبقى كده لما اجي اعرف السدم هقول لك ايه؟ هي مجموعه هائله من الاجسام الغازيه تظهر في السماء على هيئه سحابه من الغبار. طب لما اجي اسالك سؤال واقول لك كده هي السدم دي جت امتى او اتنشأت ازاي؟ هتقول لي كده بسبب انفجار النجوم. طيب لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على انفجار النجوم؟ هتقول لي كده ادى الى انشاء السدم، ودي كده السدم بكل سهوله. يبقى كده لما اجي اقول لك انفجار النجوم هتقول لي هيحصل سدم. طيب لما اقول لك كده السدم دي كانت اسمها ايه؟ هقول له كده بتظهر في السماء على هيئه سحابه من الغبار. طيب هي اجسام غازيه ولا صلبه؟ لا طبعا بتبقى اجسام غازيه، ودي كده كانت السدم بكل سهوله. نيجي بقى نقارن ما بين حاجتين مهمين جدا وظاهرتين موجودين مهمين جدا جدا، وهي النيازك او الشهب. النيازك دي هي الشهب، ولكن في اختلافات بسيطه كده هنعرفها انا وانت دلوقتي. ركز معايا. بالنسبه للنيازك هقول لك كده اجسام فضائيه صلبه. طيب بالنسبه للشهب برضو اجسام فضائيه صلبه. طيب ايه اللي بيحصل؟ هقول لك كده لما بتحتك بالغلاف الجوي بترتفع درجه الحراره بتاعتها، وهنا برضو الشهب لما بتحتك بالغلاف الجوي بترتفع درجه الحراره بتاعتها، ولكن النيازك بتحترق جزئيا والجزء المتبقي ده بيقع على سطح الارض. طيب انما الشهب قال لك لا، لما بترتفع درجه الحراره بتاعتها وتحتك بالغلاف الجوي اللي بيحصل بتحترق، ولكن بتحترق
كليا. طيب وبتظهر على هيئه ايه بقى؟ قال لك كده بتظهر على هيئه سهام ضوئيه. لما تيجي تبص للسماء كده في حاجات بيضاء ماشيه في السماء على هيئه سهام ضوئيه، دي كده بنسميها الشهب. يبقى كده نقارن ما بين الاثنين في مقارنه سريعه جدا، النيازك والشهب. هقول له كده ايه؟ عباره عن اجسام فضائيه صلبه، عباره عن اجسام فضائيه صلبه عند احتكاكها بالغلاف الجوي، عند احتكاكها بالغلاف الجوي بترتفع درجه الحراره، ترتفع درجه الحراره. هقول له كده بتحترق جزئيا والجزء المتبقي يظهر على سطح الارض. طيب هنا بتحترق كليا وبتظهر على هيئه سهام ضوئيه. يبقى السهام الضوئيه دي بنسميها ايه؟ بنسميها الشهب. ودي كده كانت الظواهر الكونيه اللي موجوده عندنا في الدرس ده، عرفناها والرحله بتاعتنا نجحت يا شباب. وتعالى بقى ناخد ميكروباص ونرجع على كوكب الارض تاني سريعا سريعا كده. تعرف ان النيازك ده الوحيده اللي بتيجي عندنا في سطح الارض؟ ويقول لك بقى سؤال مهم جدا، ماذا يحدث اذا سقط نيزك كبير على سطح الارض؟ هقول له كده يحدث دمارا كبيرا اذا كانت المنطقه مأهوله بالسكان، يحدث حفره عميقه ودمارا كبيرا اذا كانت المنطقه مأهوله بالسكان. ده كده اللي هيحصل لما نيزك يقع علينا من السماء. تعرف بقى يا صديقي ان الحاجات اللي انا قلت لك دي كلها والظواهر دي كلها لا تذكر من الحاجات اللي لسه العلماء ما اكتشفوهاش. وده كده كانت اول حدوته معانا وهي ظواهر كونيه. استنوني في فيديوهات تانية كتير هنشرح المنهج بالكامل وهناكل المنهج اكل. ما تنساش دلوقتي تعمل اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات، وتكتب لي كومنت وتقول لي فيه رايك، وتعمل اللايك الجميل عشان ده بيساعد عشان الفيديو ينتشر اكتر وكل الناس تستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي.